اسماء جلال في الفيلم حد خد باله عملت ايه؟ شوفوا الفيديو. تأمرني بحاجة تانية يا مستر ألفي؟ تحت أمرك. أنا؟ مين يا فندم؟ أنا عملت له إيه؟ أنا آسفة يا فندم. هدلعه لحضرتك. انجر. ناس كتير اتصدمت من اللي هي عملته. طيب انا معرفش الشخص اللي هو بيعمل فتن بيعمل فيديوهات زي كده عشان يخلي الناس تركز في حاجة معينة. الفيلم السلم والتعبان ده طلع عليه لغط كتير، فجأة في يوم وليلة نمت وصحيت زي العادة، زي اي ترند تافه، زي اي ترند بتضحكوا بيه على الناس، زي اي ترند تخلوا الناس دماغها تروح في حتة معينة. ليه؟ انت مش فاهم. فيلم زي اي فيلم، فيلم زي اي فيلم ولا في اي حاجة. كان مشهد، بس مشهد. ولو انت اتفرجت على الفيلم هتلاقي ان اصلا واحد بيحب واحدة واتخانقوا وانفصلوا ورجعوا وحبوا ان هم يعيشوا حياة من اول قصة حب. في كام كلمة في الفيلم مش كويسة، بس لو نتكلم في العادي، في العادي بيتقال في مسلسلات رمضان كلام زي كده، بيتلبس لبس زي كده في عز شهر رمضان، الشهر الفضيل، التقوى، والناس تدعي والناس تصلي، ويحصل كده في الافلام العربي والافلام الابيض واسود. بس هو بيتقال على العصر الحديث. لو جينا نتكلم لبيوتنا، افلام كتير المفروض تتمنع ما تتشافش، بس هو فيلم عادي. المشاهد اللي هي بتتعرض دي، واحد طلب من مراته قال لها انا عايز اشوفك وانت لابسه بدله رقص. في اي بيت مصري بيحصل حاجات كتير في بيوتنا، بس في بيوتنا ما احنا بنشوف رقصات في كل حته بترقص عادي على الميديا وبتنزل. والبدله والله ما فيها حاجه، بدله مقفوله اساسا وكويسه. ده مشهد من ضمن المشاهد. في مشهد تاني لما بتقول له انت فشخت، كلمه فشختنا دي ان هي عادي، كلام بيتقال اكتر من كده. اللي برضو ماسكينها بيقول لك شوف عملت ايه. انا شايف الفيلم عادي ما فيهوش اي حاجه. والمقطع اللي هي وهي قاعده قدامه سكرتيره وبتاع، هو الطلب هم بيعملوا، بصوا عايزين يمثلوا حاجات، او هم في الفيلم هو ومراته عايزه مثلا تقول له ايه، انا عايز اشوفك وانت بتاع دليفري، عايز اشوفك وانت طيار. هو بيقول لها عايز اشوفك وانت شغاله. هم عايزين يعيشوا الجو ده، ناس اغنياء ربنا كرمهم معاهم فلوس وعايزين يعيشوا اللحظه دي، بس ما فيهوش حاجه. عملتوا بقى قصه وحسستوا ان هو فيلم انقط، وحسستوا ان هو فيلم اصلا فيلم اصلا فيلم عادي. احنا ليه بنجري ورا التفاهه؟ ليه بنمسك في الحاجات اللي ملهاش 30 لازمه؟ ليه بنمسك ورا الحاجات اللي ملهاش قيمه اصلا ونروح نجري ونمسك فيها؟